السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحبايبي في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ عايزة اوريكم حاجة هنا هتبين لكم هتعرفوا الديك من البلينة. هتعرفوها ازاي؟ بالريش تمسكوا الفرخ كده، تفردوا الجناح بتاعه. بصوا لما هتلاقوا الريش بتاعه، شايفين الريش بتاعه متساوي كله كده حتة واحدة، هتعرفوا ان ده ديك. لو لقيتوا الجناح بتاعه نصه ريش ونصه، يعني نصه ريش كبير ونصه التاني ريش صغير، هتعرفوا ان ده يعني بلينة مش ديك، بلينة. هو مش ما فيش فرق كبير بين الاتنين يعني. في ناس بتقول ان الديك طبعا بيكبر اكتر وبيبقى يعني بيكبر اكتر وبيبقى حجمه اكبر من البلينة. انا بصراحة من خلال تجربتي بحس ان في البلينة ممكن العكس بصراحة. انما هنا بص انا مطلعه الكتاكيت هنا في الشمس. الفراخ دي عمر 10 ايام. اللهم صل على سيدنا محمد. اللي محطش لايك حط لايك. تعالى اقول لكم على الخلطه اللي بياكلوها دي، خلطه حلوه خالص. هنبتدي بقى الخلطات ونبتدي تجويع الفراخ من عمر 8 ايام. يعني انا عامله لكم الفيديو ده من عمر يوم لحد عمر 13 يوم. هشوفوا برضو في اخر الفيديو الفراخ وهي عمرها 13 يوم، وهقول لكم نحط ايه ونضيف ايه في الميه، ولو الفراخ جالها اسهال نستخدم ايه. الفراخ لو جالها اسهال نستخدم نشا. الناس اللي عايزه تستخدم مثلا برشام فلاجين او انتينال او بانفلور، ده حلو خالص. كل الحاجات دي حلوه، انما انا بستخدم اعشاب. هما دلوقتي انا مجوعاهم معطشاهم، شايفين بيشربوا الميه ازاي؟ حطالهم ايه في الميه؟ حطالهم شعير. تغلوا كوبايه شعير وبنحطها على لتر ميه. دي بتضع الاسهال وبتعمل لهم مناعه، حاجه حلوه خالص يعني. الشعير ده حلو جدا جدا. هنعمل السقوه دي، هنعملها مثلا كل يومين 3 مثلا. يعني حطيتها النهارده، هنقعد يومين ما نحطش، بعدين نرجع في اليوم التالت نحط. تمام، بتبقى وقايه برضو. الشعير ده حلو جدا. الحاجات دي مفيده جدا للاسهال. بصوا من عمر 8 ايام هنبتدي بقى النظافه، ننظف تحت الفراخ. نظافه مهمه جدا جدا جدا. انا مطلعاهم في الشمس. حد يقول لي انتوا مطلعاهم في الشمس كده غلط. هو بالنسبه لي انا مش غلط، لان انا بظبط لهم درجه حراره قبل ما اطلعهم في الشمس، لان الشمس حلوه جدا، بياخدوا منها فيتامين د. قبل ما اطلعهم في الشمس بكون مهويه المكان على اساس ان هم يطلعوا خلاص المكان بيكون اخد التهويه، ما يصدموش بقى. ما بقاش انا مكتمه عليهم ودافيانين وعرقانين واروح مره واحده افتح لهم واطلعهم في الشمس، كده غلط طبعا. هياخدوا اسهال وهيبقوا مش حلوين. انما انا بظبط التهويه قبل ما اطلعهم في الشمس، قبلها بربع ساعه كده بكون مهويه لهم المكان. خلاص هم خلاص كده درجه الحراره عندهم اتغيرت، نزلت يعني، فبيطلعوا في الشمس بقى. بطلعهم في بص دي الخلطه اللي انا عاملاها بيحبوها جدا. بيحبوا البصل، بيحبوا البنجر، خلاص اتعودوا على كده. هقول لكم الخلطه دي عملناها ازاي دلوقتي، وهقول لكم برضو في اخر الفيديو هوريكم الفراخ من عمر يوم لحد عمر 13 يوم. هم دي النهارده، هم في الصوره دي دلوقتي عمرهم 10 ايام. ده كده عمرهم 10 ايام. اللهم صل على سيدنا محمد. الخلطه نشوفها دلوقتي عباره عن بنجر وبصل وفصين توم وليمونه وخل، ده اللي احنا متعودين عليه، ورغيف العيش. رغيف العيش ده بص، الخلطه دي انا بعملها يوميا للفراخ. هنعملها امتى؟ انا بعملها بالنهار، بكون مجوعاهم قبلها، يعني من الساعه 10 ابتدي اشيل قدامهم الاكل والميه. اول حاجه هنبدا نجوع نص ساعه، بعدين هنبدا نجوع ساعه، بعدين ساعه ونص، بعدين هنجوع ساعتين. طب ليه بنجوع الفراخ كده مش هيحصل لها حاجه؟ لا، الفراخ لما بنجوعها معدتها بتتطهر وبتنضف من اي ميكروبات فيها. سبحان الله، زي ما احنا كده بنصوم في رمضان. كل سنه وانتم طيبين ونعاد عليكم بالخير يا رب. زي لما احنا بنصوم اهي الخلطه هقول لكم عملناها ازاي. زي لما احنا اللي شايفين الزبله بتاعتهم هي كويسه يعني. هو في كم واحد كده فيهم عندهم اسهال، فانا عملت الخلطه دي وعملت الشعير عشان خاطر الاسهال. هو لما واحد بيتعب بنعالج الكل، لما الفرخ بيتعب بنعالج الفراخ كلها. هي الخلطه فيها سمسم، فيها حبه البركه، فيها بصل، فيها بنجر. قلت لكم الحاجات دي اضافيه. ايه المهم بقى؟ المهم هو الثوم والبصل ورغيف العيش
والخل يومي يوميا بنعمل الخلطه دي. قلت لكم انا من الساعه 10 ابتدي ادور، بشيل من قدامهم الميه والاكل من الساعه 10 لحد الساعه 12 الظهر. الساعتين دول هما بيكونوا جعانين فيهم خالص ومعدتهم نطفت واتطهرت من كل حاجه. ابتدي بقى اعمل لهم الخلطات واعمل لهم السقوه، اعمل لهم الخلطه دي اللي انتوا شايفينها بيحبوها جدا. بعمل كميه قليله على حسب العدد اللي معاكم. يعني مثلا الخلطه دي بعملها مثلا على كيلو علف، تمام. وبحط لهم قدامهم بياكلوها بينسفوها. والسقوه هم خلاص هم كلوا وشربوا وناموا في الشمس اهو استريحوا. بيحبوا يعني، بصوا مستجمين في الشمس بصراحه. يعني الشمس مفيده جدا ليهم، سبحان الله. زي ما هي مفيده لينا برضه مفيده للانسان، بناخد منها فيتامين د. سبحان الله في خلقه. الشمس مفيده للشجر، للحيوانات، لكل حاجه في الدنيا الشمس مفيده ليها. فعشان كده انا بطلع الكتاكيت في الشمس. الناس هتقولي احنا ما عندناش قدره ان احنا نطلع الكتاكيت في الشمس. مفيش مشاكل، مش هيحصل لها حاجه. خليهم في المكان اللي انتوا حاطينهم فيهم ومش هيحصل لهم اي حاجه. اهم حاجه النظافه تحتهم، اهم حاجه التهويه. ما نقربش اللنده جامد، ما نكتمش المكان عشان ما يحصلش احتباس حراري. المكان يبقى فيه تهويه. عينك انا مش عندي ميزان حراره، مش بقيس لهم الحراره عليت او نزلت، لا عيني. يعني عينك هي اللي بتحدد درجه الحراره. انت تشوفي كده كاشين تحت اللمبه يبقى كده هم بردانين، تزودي لمبه كمان. ممكن نحط لهم لمبتين، كل لمبه 100، يعني واحده 100 واحده 100 بتدفيهم وتبقى كويسه يعني في التحضير حلوه خالص. تاني حاجه ممكن نحط لمبه 200. انا جايبه لمبه 200. شايفين الكتكوت اللي هناك ده فارد رجله كده ومستجم في الشمس خالص يعني. بس اليومين دول كان الجو فيهم حر جدا جدا جدا. درجة الحرارة عليت مرة واحدة فجأة كده. هتشوفوهم في اخر الفيديو، هتلاقوهم شوفين هنا شكلهم حلو كده ونضف. هتشوفوهم في اخر الفيديو ملزقين وعاملين، لان درجة الحرارة زادت وانا كتمت عليهم شوية، فده غلط. فانا بقول لكم الحاجات اللي انا بمر بيها ان هي غلط، اقول لكم عليها، انصحكم ان هي انتوا ما تعملوهاش. الفراخ ما ينفعش نكتم عليها. لازم نهوي، لازم يبقى فيه تهوية عشان ما يحصلهمش احتباس حراري. واحنا في غنى عن الكلام ده ومشاكل الاحتباس الحراري وتقعدوا تعالجوا فيها بقى فاحنا في غنى عن الكلام ده. ربنا فراخ يبقى نهتم بيها، هنعتبرها عيل من عيالنا. شايفين البنجر اللي ده رغيف العيش انا مقطعاه، البصله، فصين التوم بس هقشرهم طبعا، الليمونه هعصرها بعد ما اضرب الكلام ده كله في الكبه. البنجر مهم جدا. انا بحط البنجر للاولاد، الاولاد مش بيحبوا البنجر انما الفراخ بتحب البنجر جدا. الكبه اهي اللي هضرب فيها. اقول لكم الاولاد مش بيحبوا البنجر بس انا بخبي البنجر ده، يعني بحط البنجر بخبيه لان هو مفيد جدا للدم. البنجر مفيد جدا جدا للانيميا والحاجات دي للاطفال. هنا هنا حبة البركة، الكركم، السمسم، معلقة النشا. انا مزودة على الخلطة معلقة نشا علشان خاطر قلت لكم ان في كم واحد فيهم كان عنده اسهال، فعشان كده زودت معلقة نشا على الخلطة دي. الخلطة دي ممكن الكركم مفيد جدا لو هتستغنوا عن كل حاجة. لو مش عندكم حبة البركة ولا السمسم ممكن استغنى عنهم، انما الكركم مفيد جدا. وزي ما قلت لكم البنجر برضو انا بخبيه الاولاد لان مش بيحبوا ياكلوه، فبحط لهم في الطماطم. البنجر بحطه في الطماطم وانا بضربها في الخلاط، لان البنجر حته صغيره شايفين دي انا باخد منها بالقطعه. الليمونه زمان كنا بنقطعها نصين وبنشيل النص التاني في التلاجة، انما دلوقتي بنقطعها 4. او باخد منها بالحته، والله باخد منها بالحته صغيره. يعني اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الدنيا غليت، الدنيا ولعت. انا ضربت الكلام ده كله في الكبه. حطيت ايه في الكبه؟ حطيت رغيف العيش قطعته وحطيت عليه قطعه بنجر، حطيت عليه فصين توم، وحطيت بصله. معلش سامحوني. انتوا شايفين الجو متقلب الايام دي، يوم حر ويوم برد، درجه الحراره ارتفعت خالص الايام دي، مش عارفه ليه. هنا انا كنت مجوعاهم. بص حطالهم سقوه ايه؟ السقوه اللي حطالهم دي شعير. هنغلي كوبايه شعير على لتر ميه وهنسيبها قدامهم 8 ساعات. شايفين بيشربوا فيها ازاي؟ دي مفيده جدا للاسهال وبتمنع اي حاجه وحشه للفراخ. تمام. الخلطه اللي انا حطيتها، اللي انا زي ما قلت لكم رغيف العيش والبنجر وفصين الثوم والبصله، ضربتهم في الكبه
بصوا انا العلافه من جوه فاضيه ازاي، لان مش الخلطه دي يا جماعه مش بنحطها جوه العلافه، الخلطه دي بنحطها من بره اهو، من بره العلافه كده اهو، من يعني في الاماكن دي، علشان ايه؟ عشان ياكلوها بسرعه. انما لو حطيناها جوه العلافه فبتسحب معاهم. بصوا انا دايما تلاقوا عندي العلافه فاضيه من جوه، بحط لهم العلف من بره، ولما يخلصوا بحط تاني. ليه؟ لان احنا بنبقى حاطينهم في مكان فيه لمبه ودرجه الحراره فيه عاليه، فما ينفعش نسيب العلف بالعلف، ممكن يتعفن وممكن يعمل لهم سموم، ونحتاج بعد كده مضاد سموم وحاجات يعني ايه احنا في غنى عنها. كده كده بنستخدم مضاد سموم. لو مش عندنا مضاد سموم هنستخدم الخل. الخل بديل مضاد السموم. نحط الخل امتى؟ بنحطه من عمر 8 ايام. بنحطه كل يوم؟ لا مش بنحطه كل يوم، بنحط يوم ويومين، يعني يوم حطينا النهارده نقعد يومين ما نحطش، بعدين نرجع تالت يوم نحط، وبعدين نرجع يومين ما نحطش لحد عمر 20 يوم. بعد عمر 20 يوم نبتدي بقى نحط لهم يوميا الخل في المية يوميا. تمام. انا في ادويه في الفلاجين وفي الانتينال ده للاسهال، وفي كمان بانفلور ده بيقتل البكتيريا اللي هي بتبقى ايه، بيقتل البكتيريا اللي في الفراخ. انا مش بلجأ للادويه الا في الاخر خالص، يعني لو حسيت ان الفراخ الاعشاب مش جايبه معاها نتيجه بلجأ للادويه في الاخر خالص. يعني بستخدم الاعشاب يوم واثنين وثلاثه. بص هما لو جالهم اسهال هنستخدم النشا. معلقه النشا دي مهمه جدا. بنحطها فين؟ بنحطها على علف. ممكن تحطوها على ربع كيلو علف وتقلبوها وتحطوها في العلافه كده من بره ياكلوها. صدقوني لو تاني يوم هتلاقوا الاسهال ده ضاع. معلقه النشا دي حلوه جدا في القضاء على الاسهال. ايه تاني؟ نحطه له يوميا. اهم حاجه التجويع بقى. هنجوع الفراخ، خلاص جوعناهم، بنحط لهم الخلطه دي بعد التجويع. هما بيحبوها خالص. انا لاحظت ان هما بياكلوا اصلا البنجر والبصل وحبه البرق والحاجات دي ويسيبوا العلف. يعني هما حبوا الخلطه دي خالص. رغيف العيش كمان، رغيف العيش بيزود معانا الكميه، يعني بيخلينا مش بنستهلك علف كتير، يعني بيوفر معانا. رغيف العيش مش شرط رغيف عيش، اي باقي الفينو مثلا، لو الاولاد بيرجعوا باقي فينو من المدرسه نحطها، بس من غير الحشوات اللي فيها. مش هنحشلهم كمان، هننقص نودي الكتاكيت دي المدرسه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللي محطش لايك حط لايك، واللي وصل معايا لحد هنا هقول لكم برضو في حاجه حلوه خالص في اخر الفيديو هتشوفوها معايا، هقول لكم عليها. ان احنا بنجيب كتكوت بلدي صغير وبنحطه مع الكتاكيت لو وجد، يعني ان وجد يعني. فانا كانت جات لي كده مجموعه كتاكيت بلدي صغيره حلوه خالص، فايه اخدت واحد منهم حطيته مع الكتكوت. بيحصل له حاجه؟ ما بيحصلوش حاجه. الكتكوت ده بيعمل ايه؟ بينشط الفراخ. عارفين الكتاكيت البلدي بتنشط يعني هي الكتاكيت البلدي نشطه اساسا، فبتنشط معاها ايه؟ الفراخ دي. تمام. الخلطه اهي، هم عايزين بصوا عايزين ياكلوا منها. زي ما قلت لكم هو بيحبوا الخلطه دي جدا. انا بعمل الخلطه دي يوميا، بس طبعا مش هينفع هم ياكلوا في الطبق اللي احنا بناكل فيه. بصوا بيحبوها ازاي. انا مش بينفع ناكل الفراخ، انا الطبق ده بناكل فيه، يعني مش بناكل فيه بس بستخدمه. بعد اذنك، بعد اذنك يا استاذ اوعى، عشان خاطر ده من اكل الطبق ده مش ليكو، انت روح كل في العلافه بتاعتك. بصوا بيحب السمسم وبيحب بينقد بياكل يعني انا شلته خلاص كده بعد اذنك يا استاذ، علشان خاطر ما ينفعش ناكل الكتاكيت في الحاجه اللي احنا بناكل فيها. انا دي عامله لهم فيها الخلطه، بس بعمل فيها الخلطه بس مش باكلهم فيها، وبعدين بحطها في العلافه. ما ينفعش ناكل الكتاكيت في الحاجه اللي احنا بناكل فيها عشان ما يحصلش امراض. حاجه امراض اللي عند الكتاكيت دي عندها كميه فيروسات فظيعه، فما ينفعش تتنقل لينا. فلازم هما ليهم الحاجه بتاعتهم بنطهرها بالكلور في حاجه تانية بنطهر بيها الحاجات دي مش فاكره. بنطهر بالكلور. لو عندنا كلور بنغسل الحاجات دي بكلور كويس جدا، لان عارفين السقايات والعلافات دي بتبقى فيها كميه فيروسات من الفراخ ما تتخيلوهاش. شايفين هنا الكتاكيت وهي صغيره، عمر يوم او هنا كان عمر يومين، كان لهم يومين لسه، كان تاني يوم لسه جايين. شايفين الفرق بقى ازاي وهم صغيرين. وهوريكم بقى برضو بعد كده، وريتكم كان عمري يوم، وفي اول فيديو كان عمر
هنا بقى عمر 13 يوم. هنا بحاول اوريكم الفرق بين الديك والبلينة اهو. الديك بصوا الريش بتاعه بيبقى متساوي كل حتة واحدة، ده تعرفوا ان هو ديك. البلينة بقى بصوا، البلينة بتلاقوا الريش بتاعها نص ونص، يعني نص طويل شايفين ونص قصير، نص طويل ونص قصير. عارفين انا بصور لكم الفيديو ده الساعة كام؟ كنت ماسكة السبعة اهو، الريش بتاعه نص كبير ونص صغير. كنت الساعة 3 بالليل، كنت قمت اصلي القيام كانت في ايدي السبحة. احنا كده كنا قبل رمضان، وفي فيديو هصور لكم انا مش عارفة نزل ولا لا، الفيديو اللي انا اشتريت فيه حاجات رمضان وجبت المسبحة دي جميلة جدا جدا جدا. انا كنت بسبح على ايدي اهو الكتكوت البلدي، انا حطاه عشان ينشطهم، فهو نام معاهم بقى كسل.